زي باقي الفناكيش طبعا بتاعت خسيس الجمهورية الجاسوس الإسرائيلي حب ياخد اللقطة من كام سنة وطلع قرار نميس هتيك بعلاج كل المصابين بمرض ضمور العضلات في مصر على نفقة الدولة، وقال إن الموضوع بيكلفهم حقنة ب2 مليون جنيه. الحقنة دي هتدفعها الدولة المصرية. فعلا وزارة الصحة طلبت الناس اللي عندهم حالات من الأطفال دول أو من الكبار إن هم يتوجهوا لمراكز معينة. عملوا التحاليل وخد اللقطة محدش اتعالج والولاد دولت معرضين ان هم يموتوا. الكلام دوت النهاردة انا بقوله بس علشان نشوف قد ايه التلاعب بحياة المصريين، علشان نشوف قد ايه احنا حياتنا اصلا مش مهمة بالنسبة له. هو المهم بالنسبة له ان هو ياخد اللقطة واللقطة بس، ان هو يطلع ان هو هيرو وبطل، وان هو حاول يساعد ويحاول يعمل وحاول يعالج، لكن هو معالجش حد ابدا ومش هيعالج حد ابدا. الحقيقة يعني هو معالجش حد ابدا، وهو مش هيعالج المصريين، ولو هيعالج المصريين ما كانش شربهم مياه الصرف الصحي وباع مياه النيل. مرضى ضمور العضلات اللي كانوا هم يا حبايبي اصلا فاقدين الامل في استمرار حياتهم نظرا لمرضهم الشديد، جالهم امل، بس امل كاذب عن طريق انسان كذاب، انسان بيلعب حتى على اعصاب اسر، على اعصاب مرضى بيتعلقوا حتى في قشايه. ربنا ينتقم منك ويقعده لك ان شاء الله باذن الله في ولادك وفي احفادك وفي صحتك وفي عافيتك اللي انت بتعمله مع المصريين، وخاصه مرضى ضمور العضلات، لان الناس دي مش مستحمله. الناس دي اصلا اعصابها متدمره، يعني الناس دي قاعده طول النهار والليل قاعده مستنيه فرج ربنا عليهم او ان هم يقابلوا ربنا في اي لحظه. فلما تديهم امل وبعدين الامل دوت يكون فيك علشان انت تاخد يا ابن الكلب لقطة، ده ما يرضيش ربنا، وده ما يرضيش حد، ولا يرضي حتى حد مؤمن ولا حد كافر ولا يرضي اي حد في الدنيا ان انت تلعب باعصاب مرضى حتى المرضى، يعني حتى الاطفال المرضى، حتى الشباب المرضى مش سايبهم في حالهم. يعني انت خدت اللقطة وكلت على قفانا عيش على كل الشعب، حتى المرضى كمان مش سايبهم في حالهم. الله ينتقم منك يا رب انت ومؤيديك وكل من أيدك ولو بشق كلمة، يقعد له في ولاده في عافيته في صحته في ماله. اللهم آمين يا رب العالمين.